نقول لك ايه يا عم الحاج؟ لما تبقى مجوز ابنك ما تبقاش تشتمه قدام مراته ولا تهينه قدام مراته، عشان كده غلط. مراته تستهزى بيه، مش تشتمه قدام مراته وتضربه قدام مراته، كده غلط. ان كبر ابنك خويه، مش تضربه قدام مراته، غلط. لما تضرب ابنك قدام مراته تستقل بيه، يبقى في نظر مراته ولا حاجة. فانت عيب منك كده لما يكون المشاكل بينك وبين ابنك، يبقى بينك وبين ابنك، مش علني قدام مراته تضربه وتلطشه وتشتمه وتعمل فيه البدع عشان ابنك، كده غلط منك، كده غلط منك. لما يكون في مشكلة يبقى بينك وبين ابنك، مش قدام مراته وتديله ما ينفعش يا عم الحاج، ما ينفعش. طور من نفسك واظبط من نفسك، ده بيت ودي نظام، الدنيا مش مطلوقة كده. يا ريت يا جماعة تصلوا على النبي، والسلام عليكم.